التي اليوم بثت ألم الريف الدمشقي بفقدان 5 إعلاميين. اسمح لي أن أغير موضوع حلقة اليوم، وأشكر أسرة برنامج صوت الناس على إتاحة الفرصة لي لأعزي الغوطة الشرقية والإعلام باستشهاد 5 من خيرة إعلامي مدينة دوما وشهيد آخر إعلامي من حي برزة الدمشقي. اليوم 5 شهداء إعلاميين من الأبطال الإعلاميين، وهم محمد السعيد ومحمد الطيب وصالح عبد الرحمن وياسين هارون، محمد شاهر النجار. محمد السعيد الذي داخل على قناة سوريا الغد وعلى برنامجكم أكثر من نعم. مرة. أيضا نعم. الشهيد أحمد صلاح الدين الشايب من حي برزة الدمشقي سقطوا اليوم على جبهات الغوطة الشرقية على جبهة بلدة الجربة. هؤلاء عملوا مع الجميع واجبهم في وقت احتاجهم الجيش السوري الحر على الجبهات، لبوا النداء ورفاقهم للتغطية الإعلامية. هؤلاء الشهداء دائما كانوا على الخطوط الأولى لينقلوا للعالم حقيقة المعارك على الجبهات. هؤلاء الأبطال تركوا زوجاتهم وأبنائهم والتحقوا بالأبطال الشهداء الذين سبقوهم إلى المجد، وتركوا من بعدهم فريقا كبيرا من الإعلاميين الشجعان الذين تربوا على مبدأ محمد السعيد ومحمد الطيب في التضحية والعطاء والدقة في نقل الحدث. نحن بدورنا نجدد العهد لشهدائنا الإعلاميين. نعم، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يتقبلهم من الشهداء والصالحين، ونتقدم هنا من خلال برنامج صوت الناس بالعزاء لكل هؤلاء الشهداء ومن قناة سوريا راد أيضا. لكن سيدي الكريم، بخصوص موضوع حلقة اليوم والمجتمع الدولي والتآمر من قبل المجتمع الدولي. نعم. المجتمع الدولي صامت عما يجري في الغوطة الشرقية، صامت عما يجري في الغوطة الغربية عن أحياء دمشق الجنوبية. العالم لا يهمه إلا مصالحه ومصالح دوله، لا تهمه الإنسانية، لا تهمه حقوق الإنسان ومصالح الشعوب، فهم ينادون بشعارات فارغة لا يطبقوها على أرض الواقع. الحل على الأرض هو بيد الشعب السوري، الحل هو للسلاح، الحل هو الحسم على الأرض. نحن ننادي بالسياسة، ننادي بالحل الذي يضمن للشعب السوري، وهو إسقاط نظام بشار الأسد، إسقاط كافة رموزه. لن يكون التفاوض مع النظام على إعادة رموزه السابقة خيارا لشعبنا السوري. خيار الشعب السوري هو إسقاط الظلم، إسقاط من كان مساهما بقتل الأطفال والنساء، من قتل الصوت الإعلامي اليوم، من قتل الإعلاميين ليفرغ الساحة الإعلامية بشتى الوسائل من إعلامي الثورة. من كان يريد أن يكون ذا نوايا حسنة، كيف له أن يحاصر 1,200,000 نسمة في الغوطة الشرقية؟ من كان يريد أن يكون عنده نوايا حسنة، كيف يحاصر حمص؟ كيف يحاصر المدن السورية؟ كيف يقصفها؟ كيف يتحدث عن حسم عسكري خلال 6 أشهر؟ يضحك على من؟ الشعب السوري واعي. 3 سنوات الطفل الصغير تعلم السياسة. نحن شعب واعي، نحن شعب حي، لا نموت، لم نعد أغبياء بنظر الإعلام. شكرا من لك ياسر الدوماني من ريف دمشق. وصلت الرسالة، عذرا على المقاطعة. أذهب إلى أنطاكيا وأحمد قاسم